فاتك بحيلة، ويظهر ذلك على الكبار من خلال التعامل مع المواقف والتصرف بخبرة السنين في حل الأمور وتجاوز الأزمات. في المدرج يجتمع الصغير والكبير اليوم تحت لواء واحد وتحت راية واحدة. يأتي الانذار وتأتي البطاقة الحمراء، تأتي البطاقة الحمراء على آدم والناس، وما فيها فار، ما فيها فار يا مجيد، ما فيها فار يا مجيد. هذه بطاقة صفراء ثانية، وهو لا 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 مستحق على والناس، مستحق على آدم والناس البطاقة الصفراء الثانية، وبالتالي البطاقة الحمراء تظهر، البطاقة الحمراء تظهر على آدم والناس من خلال هذا التدخل. يعني حقيقة غريب التصرف من اللاعب آدم والناس على مستوى التدخل في اللقطة الماضية على اللاعب الجزولي. الجزولي نوح والناس يترك أرضية الملعب بالبطاقة الحمراء، والناس يترك أرضية الملعب بالبطاقة الحمراء. هذا الحدث الأبرز في شوط المباراة الأول، وفي اللحظات الأخيرة لهذا الشوط في الوقت بدل الضايع يأتي القرار بإشهار البطاقة الحمراء على اللاعب آدم والناس الذي يترك أرضية الميدان في هذه الأثناء، وفي اللحظات الأخيرة لشوط المباراة الأول يترك الملعب في اللحظات الأخيرة. لم يتردد حكم المواجهة محمد أبي في إشهار البطاقة الحمراء على اللاعب آدم والناس، أو البطاقة الصفراء الثانية، البطاقة الصفراء الثانية. وبالتالي يترك الملعب الآن، يترك الملعب الآن قبل نهاية شوط المباراة الأول. خرج الجحش مطرودا بالبطاقة الحمراء، والمدرب بقي واقفا كأن الأمر إعلان طقس. درجة الحرارة 25 والسماء صافية، ولكأن فريقه يلعب ناقص واحد.